السلام عليكم. عبقرية الإدارة في الفيديو ده. نادي الزمالك العظيم كان عنده لاعب اسمه فرجاني ساسي. وقت لعبه في الزمالك كان قيمته التسويقية 2.2 مليون يورو. فرجاني ساسي مشى من الزمالك مجانا، والزمالك حرفيا ما استفادش منه بولا مليم. يتعلم من أخطائه بقى وما يكررش ده في المستقبل؟ لا، لأن نادي الزمالك العظيم برضه كان عنده لاعب اسمه أشرف بن شرقي. وقت لعبه في الزمالك كان قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو. أشرف بن شرقي مشي مجانا من الزمالك، والزمالك معرفش يجدد له واتساب لما عقده خلص. والراجل ده الزمالك ما استفادش منه بولا مليم حرفيا. نتعلم بقى يا جدعان، وان ما نكررش ده في المستقبل. لا، لان نادي الزمالك برضه كان عنده لاعب اسمه احمد السيد زيزو. وقت لعبه في الزمالك كان قيمته التسويقية 4 مليون يورو. الراجل ده جه فيه من الوصل السعودي، عرض من السعودية يتخطى 6 مليون يورو. نادي الزمالك بقى يبيعه ويعمل سكواد تقيل بالفلوس الجامدة دي كلها؟ لا، لان احمد السيد زيزو قعد 8 شهور يتحايلوا عليه، ويا ابني العب ويا ابني جدد والزمالك عايزك. وفي الاخر اتساب لما مشي مجانا. احمد سيد زيزو هيقعد ازاي وانتوا اصلا واكلينه في 82 مليون جنيه؟ هيقعد وخد يا ابني فيلا وكمل مش معانا واحنا عايزينك واحنا مش عارف ايه، وانتوا اصلا واكلين فلوسه. بس على الجانب الاخر، وسام ابو علي جاء الاهلي ب1.7 مليون دولار. اتباع بحوالي 10 مليون دولار، و15% بونس اعادة بيع. ونسبة الخصم للفريق السويدي بدل 15% الأهلي خلاها 10%. العقل الزملكاوي وسام فرض عليكم رغبته ومشى غصب عنكم، زي ما عملتوا في زيزو تردلكم.